لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طول عمري بسمع عن السحر والدجل والجن، لكن مش بصدق فيهم. يمكن علشان من وانا صغيرة ما تعرضتش لموقف زي ده، لكن دوام الحال من المحال. الو، ايوه يا حسين، انا في المقابر بزور ماما الله يرحمها، هخلص وجاي على طول. قريت الفاتحة كعادتي وقعدت شوية وبعدها قررت ان امشي. وانا ماشية لاحظت ان في حاجة متكومة كده قدام قبر. قربت بحذر وانا خايفة، لكن فضولي هو اللي متحكم فيا. كانت جثة متكفنة. معرفش ليه حاجة جوايا بتقولي قربوا يكشفوا وش الجثة. معرفش جبت الجرأة دي منين وكشفت وشها. اتصدمت ورجعت لورا. دي جثة. انا اسمي منى، عندي 27 سنة وانا بحكي دلوقتي، لكن القصة دي حصلت معايا وانا عندي 25 سنة، يعني من سنتين. ولحد دلوقتي انا بسأل نفسي، هو انا اللي عشته ده حقيقي ولا مجرد خيال من دماغي؟ انا من المنصورة، من قرية هناك، وعايشة مع اهلي في بيت عيلة كبير. ماما متوفية من سنة، خريجة كلية اداب. انا على قدر عالي من الجمال، دي ميزة وعيب في نفس الوقت. ميزة لان الجمال حاجة حلوة اكيد، وعيب لاني بتعرض لمعاكسات كتير. كان بيتقدم لي عرسان كتير وكنت برفض واقول انا مش عايز اتجوز دلوقتي، لكن دوام الحال من المحال. اكيد هيجي علي يوم وهتجوز زي اي بنت في الدنيا، هيجيلها وقت وتتجوز. القصة بدأت من يوم ما كنت في زيارة لواحدة صاحبتي بعيدة عن القرية في المدينة. قررت اني هدخل كافيه اشرب حاجة وبعدين امشي. وانا قاعدة لاحظت ان في شاب مركز معايا. عملت نفسي مش واخدة بالي، لكنه قام وجه ناحيتي وقال لي مساء الخير. قلت له مساء الخير افندم. قال لي انا اسمي حسين، انا شفتك كذا مرة وبصراحة انا عايز اتقدم لك من غير لف ولا دوران. ما كنتش عارفة ارد، سكت شوية وبعدها قلت له انا اسفة، مش بفكر في الكلام ده دلوقتي. حسيت اتحرك شوية وبعدها قال لي اديني فرصة بس، انا طالب الحلال وصدقيني مش هتندمي. بصراحة وافقت وتعرفت عليه. حسين انسان محترم وخريج كلية طب، وحيد ملهوش غير والدته بس، ومسافرة برا مصر. وجه فعلا اتقدم لي. بصراحة مواصفاته ما تخليش اي حد يرفضه، ووافقوا اهلي واتخطبنا. كنت فرحانة وفي نفس الوقت قلقانة مش عارفة ليه. بابا قال لي اني لسه مش متعودة واني هتعود، لحد ما في يوم كنت بتكلم مع حسين في التليفون. بصيت في الساعة كانت 2 بالليل. قلت لحسين انا هروح انام بقى، الوقت اتأخر. قال لي ماشي، وقفلت ونمت. نمت عشان احلم بحلم غريب. شفت نفسي واقفة قدام مراية الحمام، بس الانعكاس اللي في المراية ما كانش صورتي، لا، كان صورة حسين، وكان مبتسم بطريقة مفزعة. رجعت لورا، خبط بإيده على الإزاز، اتكسر وصرخ. قمت من النوم مفزوعة وباخد نفسي بالعافية، مش فاهمة ايه اللي انا شفته ده، لكن في النهاية ده حلم مش هتوقف عنده يعني. تاني يوم حاولت اتصل بحسين، ما كانش بيرد لحد ما التليفون اتقفل. قلقت يا ترى في ايه. خرجت بره اوضتي عشان اروح الحمام، وشفت اختي واقفة قدام حيطة وبتخبط دماغها فيها مرة واتنين وتلاتة. قربت منها وقلت لها انت بتعملي ايه؟ اتلفتت لي. عينيها بيضة تماما، راسها كانت متعورة مكان الخبط، وايديها مليانة عروق سودة ونفرة. رجعت لورا وانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لي او قال لي، لان الصوت كان صوت اجش. انا بحذرك، ابعدي عنه، ما تتكلميش معايا، هقتله وهقتلك، انت ليا، انت ملكي انا وبس، مش هسيبك تتجوزيه. وقعت وفقدت الوعي، كنت مرعوبة. جريت صحيت كل اللي في البيت وفوقوها وما كانتش فاكرة اي حاجة. في الوقت ده تليفوني رن، كان حسين. رديت عليه بسرعة وانا بقول له انت فين ومش بترد ليه وقافل تليفونك؟ قال لي انا تعبان ومحتاج اتكلم معاكي، عاوز اقابلك ضروري. وفعلا نزلت قابلته في كافيه، كان باين عليه التعب والارهاق، وقال لي انا بشوف حاجات غريبة.
الموضوع بدأ معايا من آخر مرة كلمتك فيها. قمت بالليل عشان أدخل الحمام، بمجرد ما قفلت الباب النور بدأ يترعش بقوة، وظهر في انعكاس المراية أقرب ما يكون بمسخ، وشه مقطع بينزف دم، عينيه بيضة، وقال لي ابعد عنها، دي ملكي، انا مش هسيبك تتجوزها. واختفى. فتحت باب الحمام وخرجت، لكن إحساسي إني موجود حواليا حتى وأنا معاكي دلوقتي. حاولت أطمنه رغم إني مش مطمنة، لحد ما حصلت حاجة خلتنا قدمنا ميعاد الفرح. كنا بنتكلم في الفون أنا وحسين، سمعت خطوات حد ماشي في الصالة، يا ترى مين برا؟ قلت لحسين خليك معايا، مش عارفة مين صاحي دلوقتي. خرجت الصالة واكتشفت إن النور مقطوع، حسيت بنفس سخن في وشي، نورت بالموبايل قدامي، رجعت لورا اتكعبلت ووقعت. أعوذ بالله من المنظر، وشه مشوه، عيني بيضة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسمعت صوت حسين بيقول ابعد عني، وصوت زمجرة، وبعدها صوت خلع قلبي من مكانه. كان صوت صرخة حسين، وضربة قوية في وشي وفقدت الوعي. لما فقت كنت على سريري وأهلي جنبي. بابا اتكلم وقال لي مالك، حصل ايه؟ قلت له وانا بعيط حسين يا بابا، الحقوا حسين. بابا وعمي نزلوا وراحوا بيت حسين، لقوه فاقد الوعي. ولما فاق هو اللي اقترح اننا نقدم ميعاد الفرح، وقال اننا محتاجين نكون جنب بعض اكتر. وفعلا اتفقنا على كل حاجة وتم الجواز. فرحي كانت اخر حاجة حلوة فرحت بيها. بمجرد ما دخلنا الشقة وانا مش مطمنة، اتخنقت، حاسة بتكسير في كل جسمي وصداع رهيب، ما كنتش طايق حد ولا حتى حسين. دخلت اوضة النوم وكانت الصدمة، لاني شفت. يا ترى منى شافت ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.